وما الخوت الكروسه هي دابا غيدير لنا لها هاد الطوله هادي شتوها، هادي راه غتكون في الساسي غيدير بحال هكا بحال هكا غتكون. من بعد غيدير واحد اللعيبه بحال هكا وغيدور لها هاد الساسي كامل بعدا صحيح. هنا غندير ليه الشبكه لتحت. المهم غتشوفوا الشكل كيفاش غيكون. هادي هي السلعه هي شتوها، كنظن هذا الكورنين ديال 40. هذا التيب كاري والله ما عرفت ايش هذا، هما حريفيه يقولوا لي 85. قدر الله السلام. هما الخوت دابا حنايا حيدنا الروايد ها هما، خليت غير الكادر هنايا. غادي نزير هذا واحد شويه هذا كيبان لي محلول باش ميبقاش الكادر يلعب. غندير واحد الكورني ديال 40 هو هذا، هذا ديال 40 غيتحط تقريبا بحال هكا باش غيتكونوا فيه تقيبات. هذا غيدور كامل هنايا. On va mettre combien de trous? Le trou, on le met ici. وي هنا المعلم غادي يعبر دوك الثقوبه فاش غادي يشد، غيلصق الساسي مع الكادر ديال الالومنيوم، لان ما يمكنش الكادر ديال الالومنيوم انه يتسودى مع الحديد. فالمعلم قال لي ندير واحد الفكره، اننا نديرو ساسي بوحدو باش يكون فورسي ويقول الساسي ديال الالومنيوم غير لاصق فيه. المهم عبر دوك التقيبات بواحد الدقه، المعلم كيتقن شغلو تبارك الله، عبرهم الطباشير ثم كيعاود عبرهم ديك الاله حاده اللي كتراسي الحديد، وغيدير لهم الركاب باش يجوا متعامدين مع الثقوبه اللي في الكادر ديال الالومنيوم. المهم الثمن باش قد لي هاد الخدمه هادي اللي غتشوفوها في الاخر، المهم كيفاش طلعت العربه كامله، تاوينا انا وياه على 30,000 صفه. هادو بولونات اللي غيشد بهم الساسي ديال الحديد مع الساسي ديال الالومنيوم. كما قلت لكم تاوينا ب 30,000 صفه. ف عاود زدتو شي لعيبات، عاودنا يعني طاحوا على شي افكار زدتهم عاوتاني. والمهم المبلغ الكلي هو 40,000 صفه اللي كتجيب تقريبا شي 600 درهم مغربيه او لا 600 وشي شويه. ها هو دار لي داك الكرياج ديال الحديد كيما شفتوا. المهم تبعوا المراحل وغتشوفوا كلشي من الاول حتى الاخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم ديروا اشتراك ولايك للفيديو. المهم الخوت هي الكروسه راه جبتها عندي البيت هنايا، حيدت لها الروايد ها هما حيدتهم. الرويده ديال القدام فين هي؟ ها هي مع الكوزينه. المهم دابا الخوت اشنو بغيت ندير من بعد ما سبقتها وشفتوا المراحل النشداز كاملين من الاول حتى الاخر الخوت. دابا بغيتكم تختاروا لي تقولوا لي شي اقتراحات في لي كومونتير. هنا شنو غندير فيها. قررت انا ندير التصويره ديال مكه والتصويره ديال افريقيا، وهنا قدام بغيت ندير الخريطه ديال المغرب هنا في هذا الفاس هذا قدام ان شاء الله. غير دابا باقي حاير في اللون الخوت شنو غنديرو، الديزاين باقي متالف. هادو الخوت حيتاش قلت لي انا دير لي هاد الفصاله بحال هكا ودير الطوله من هنايا. هادو دابا هاد الجناب هادو اللي كتشوفوا
كلهم غادي نعمرهم بالسونطوفير، غادي نصبغها. انا كما كتعرفوا الحرفه ديالي انا سباغ، هادشي ما غيبقاش، كلشي غادي يتصبغ ان شاء الله. فهمتوني الخوت؟ وبالنسبه للبناوه الخوت هادو 18 الرويده ديال القدام 16 هذا الخوت. قولوا لي شي بلاتي فيها الجو واقع؟ لا من هنا. هذا الخوت غنديرهم هاهي بلاصتهم، شفتوها؟ عندي الفيسات ديالهم، عندي كلشي. المهم راه ركزنا على الساسي كما شفتوا، الساسي درنا صحيح، داكشي علاش. قولوا لي الخوت الماركات ديال البناوه يكونوا مزيانين. ما عرفتش واش متوفرين هاد 16 ولا لا. ها نتوما نوري لكم دابا من الداخل كيفاش جا. شوف هاد الباب هذاك انا حطيت فيها لاطونط الطابيه، عبرتهم ها كيفاش درتهم، عبرتهم هنا. واش غادي يجوا جاتنا ديال لاطونط تما، ولكن فين غنديرها؟ غنستغل هاد الفراغ ديال الفوق، شفتو؟ غندير شي لعيبه تبقى الفوق هكا. هنايا الخوض غادي عفوا، هنا الخوض غادي ندير فيه يعني ندير شي لعيبات، شي اش كيتسمى هما، المهم شي والله ما بقيت عاقل سميتهم بالله العلي. المهم ديك البارتي غندير فيهم سنيدقات صغار ديال البلاستيك، غادي ندير فيهم اللعيبات ديالي هكذاك الخوت. المهم هنا شفتو الباب كيفاش داير. راه نوريكم دابا هنايا هاد الصندوق هذا هو، شفتوه؟ هذا غندير فيه الباور بانك، الكاميرا، المهم لعيبات. المترو راه باقي تما كنعبر به. المهم مازال ما رتبت هنايا. هنا الخوت درت فيه هادي درتها هنا، غير مازال ما مزيره من هادي، خصني غنزيرها من هنا. درت فيها التليفون اللي غنحط فيه ندير فيه الجي بي اس وداكشي. هادي عطاها لي خويا صلاح الله يسهل عليه، السيبوره زوينه، خصني غير نزير هادي دابا بحال هادي. هادو الخوت غير اخترعتهم ليهم، شفتوهم؟ هادو كانوا فواحد الحديد ديال الالومنيوم طوال، صدقت قطعتهم هنا ودرت لهم هاد الكاشي هذا، باش الا بغيت نزيد في اليدي، بغيت نقص على حسب. كاع شنو اخر. المهم الخوت كيما قلت لكم اختاروا لي شي تصميم اللي غيكون زوين. وهذا الشيء اللي كاين بغيت هنا، نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه. هنا بغيت نضرب ليه شي داك الجي فليكس، وغادي نسدو بداك سميتو السيليكون من الجناب. بغيتها تكون مقاومه ان شاء الله. عفوا فهمتوا؟ ما بغيتش انا تكون هنا عاوتاني الخوت الله يجازيكم بخير. قلت هاد الدراري ديال الفيسبوك مازال ما اقترحوا عليه والو. هنا في هاد الجناب، هنا هاد الجناب ديال الباب، شفتوهم؟ بغيت شي حاجه، شي جلده ولا شي حاجه نديرها ما تبقاش تدخل ليا الماء، بحال داك الجوان ديال الباب ديال الطوموبيل. ما عرفتش كيفاش الخوت، مازال ما فهمت شي حاجه. المهم ما بغيتهاش تدخل الماء نهائيا، لان غادي البلدان فيهم الشتا كثيره، وما بغيتش يوقع لي بحال الديكور هادي. خليتها باش نوريها لكم. شوفوا هاد الديكور ديال الغبره، شوف شفتوه؟ غبره رقيقه، حتى هي ما بغيتهاش تبقى تدخل ليا لهنايا. المهم كنتسنى الاقتراحات ديالكم الخوت، وباش نسالو ان شاء الله تعالى غادي نشدو الطريق. قال لي الخوت غنمشي نضرب شي دوجه دابا ان شاء الله تعالى، ولكن بغيت نقول لكم الخوت باننا حنا كاينين في السنغال، باقيين في المدينه ديال ساروي. ملي نسالو هادشي ان شاء الله تعالى غادي نشدو الطريق. فاخوان الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وديروا جيم